خرجت تقارير صحفية مدريدية بتفيد بأن نادي نيوكاسل يونايتد ونادي مانشستر سيتي أبرز المهتمين بفيرلاند مندي لاعب ريال مدريد. وفيرلاند مندي لاعب مميز في صفوف النادي الملكي وبيقدم مستويات قوية، بس المدرب كارلو أنشيلوتي مش مقتنع بأدائه في الفريق، وبيصرح المدرب انه لاعب دفاعي اكتر منه هجومي، وان النادي الملكي اقوى نادي في العالم محتاج كل لاعب يكون على اعلى مستوى. ومن المرجح ان مندي يغادر بعد الزامه دكة البدلاء المستمرة وعدم اشراكه وقت كافي. والغريب ان فرناند مندي لاعب قوي وبيمتلك مميزات دفاعية مش موجودة في اي لاعب حاليا. ومن ابرز المهتمين بخدمات اللاعب الفرنسي نادي نيوكاسل يونايتد، وده علشان يكافئ تريبيير الظهير الايسر. ومانشستر سيتي واحد من المهتمين بخدمات مندي في الفترة الحالية، وده لان النادي بحاجة ماسة لظهير ايسر من طراز عالي، وده علشان جوارديولا يسمح لجواو كانسيلو انه يتفرغ للجهة اليمنى والمركز المتخصص فيه، وده علشان مندي يقوي خط دفاع السيتي واللي بيعاني في الفترة الحالية.